السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما احنا متعودين، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا ده الجلاش، الجلاش الحلو. طبعا هنعمله بالحشوة التقليدية، وهنعمله برضو بحشو الشوكولاتة. الشوكولاتة اللي معايا النهاردة ديت مش شوكولات شيبس، ديت شوكولاتة سما. انا مقطعاها مكعبات كده حسب الكمية اللي انتي حباها. شوكولاتة سما اللي هي دي يا جماعة. طبعا في منها العبوات الصغيرة دي 200 جرام، تحفة ومش غالية، ب22 جنيه او تقريبا ب25 جنيه. بس لذيذة قوي في الطعم. طبعا المكونات بتاعتنا ديت ناقصة كمان معانا السمنة. طبعا انا مدوباها وهنزل بيها بعد ما اخلص الكمية كلها. زي ما احنا شايفين كده انا فردت الرول بتاع الجلاش، وهبدأ علشان اطلع المثلث مظبوط. انا عاملاه طبعا صغننة جدا، مثلثات صغيرة. هبدأ بقى ان انا اقطعها كده بايديا، بسكينة، باي حاجة. شايفين المثلث؟ انا دلوقتي ما شلتش اي حاجة من سمك الرول بتاعي. هبدأ احط قطعة الشوكولاتة في النص كده، وهبدأ اقفل. الشوكولاتة هنا هتسيح وهتبقى لذيذة جدا بالشكل ده كده، وهرصها في الصينية. تعالوا بقى نعمل واحدة كمان زي ما احنا شايفين كده، وبعد ما نسويها ونخرجها هنزينها بصوص الشوكولاتة. شايفين؟ تعالوا هنقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه ده كده، وهناخد طبعا من الحشوة بتاعتنا دي، يا رب يكون واضح قدامكم، وهننزل بيها هنا وهنبدأ نقفل، وهننزل بيها على الصينية الوسطى. طبعا هنا كده الصينية بعد انا ما خلصتها كلها هبدأ انزل عليها بقى بالسمنة او بالزبدة الفلاحي. انا طبعا مسيحاها. هبدأ انزل بقى بالشكل ده، هغرق الصينية كلها كده بالسمنة. السمنة بتاعتي دي سمنة فلاحي بقري. هدخل بيها بقى في الفرن وهنرجع نشوفها بعد ما اخلصها ان شاء الله. طبعا هنا الصينيه بتاعت الجلاش بعد ما خرجت من الفرن، طبعا هبدا انزل عليها بالسيرم بتاعي. الشربات كلنا عارفين السيرم بتاعنا عباره عن ايه: سكر ونص ليمونه، كوبايه سكر وعلى كوبايه ميه ونص ليمونه وكيس فانيليا او نقطتين فانيليا سايله. هبدا انزل بقى بالشربات كده بالشكل ده. وبكده انا سقيت الشربات. هبدا اخرجه بقى على الاطباق ونشوف هنقدم اللي بالشوكولاته ازاي، وهنقدم اللي هو بالحشوه التقليديه ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين ده كده بحشو الشوكولاته، اللي هو ده كده حشوه الشوكولاته. شايفين الشوكولاته في الداخل وجميل قوي طري. الشوكولاته بتاعتنا جميله قوي. ده كده الحشوه التقليديه زي ما احنا شايفين. هننزل بقى على حشو الشوكولاته ده بصوص الشوكولاته بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. طبعا اي شكل تقليدي كده. وده طبعا جلاش الشوكولاته زي ما احنا شايفين جماله. خلينا بقى كده نشوف طبق الجلاش اللي بالشوكولاته بالشكل الجميل ده كده. شايفين جمال الطبق؟ شايفين الحلاوه؟ ومعانا برضو كمان هنا الجلاش اللي هو بالحشوه التقليديه. مش عايزه اقول لكم الريحه بتاعه الجلاش عامله ازاي.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.